حبال بالأول كلكم كوكب واثنين يفكروا على الخيمة يكونوا تمشي عشان يعني تمام. شو اسمه في ملك روز مبارك. خولة صالح. من وين؟ صلاح الدين. العراق؟ اي العراق. صار لي كم سنة هون؟ صار لي هاي السنة من 2017. 2017. كيف وضع المخيم؟ والله يعني زين لو ما تجي هذيك الأحداث نقول هاي. ايش هي الأحداث؟ يعني نقول هاي من صار الحوادث بالمخيم. ألا والله كان زين. يعني حوادث القتل واللي عم بتصير القتل. بالمخيم، شو رأيك بهالحوادث يعني؟ شو بتقولي مشان هالحوادث؟ والله ما حد يحبها. ما حد يحبها ونخاف من عندها. فيها فايدة كثيرة، قمنا ننام مرتاحين يعني زينة. خوف ما ضل عندنا والحمد لله. يعني أحس أمان، يعني صار أمان من جد. يعني ماكو نسمع شيء بالليل، يعني كان هسه لا ما نسمع. الأول يعني ما شاء الله حزين. ايش كنتوا تسمعوا بالليل؟ بس نسمع يعني الصبح يقولون صارت جريمة قتل، بس هاي يعني نسمع طلقات يعني بالليل، مو بالتحديد. تسمعين طلقات يعني مبين يعني أحد انقتل. إيه. يصبح هيك وقت يعني الناس تشوفه يعني موجود يعني شخص مقتول. أكثر شيء بالوادي، هذا الوادي بالوادي هناك. ايش بالوادي؟ بالوادي يقضون يربطون دينا ويقتلون. منو هم؟ هم هذا الدواعش. والله الحمد لله يعني زينة، يعني كلتنا حسينا بأمان. يعني ماكو أحد يطلع ويخش وما أدري إيش من فيز ليه فيز. يعني آمن. يعني قبل كل واحد كان يروح على فيس؟ اي طبعا، ما تحسين الا انت فايت من هين طالع من هين، يعني ما تعرفين. بلا الحمد لله يعني احنا نريد يعني هالحملات هذه وسووا شيء زين للمخيم. والله من تيجي الدوريه يعني نحس امن اكثر، امن اكثر. ماشي يوم تعرضتوا لتهديد؟ والله لا تحرجيني. يعني تعرضتوا اكيد. اي. ايش قالوا شو كانوا لكم؟ عم يهددوكم يعني؟ شو كانوا يعني اذا شخص مطلوب يذبحوني. لا انت كشخص، انت كعائله، شو هددوكم؟ ابني شو هددوه؟ يعني جو يقتلونه. السبب؟ ما اعرف. كيف اجوا يقتلوه؟ يعني حاملين سلاح كامل. ايه. يجون للخيمه يعني يريد يذبحون ابني. جو يعني قبل مره قالوا اريده، هذا طلعته ما دخل بالخيمه. ولما اجوا ما شافوه ايش عملوا؟ لازم نطلعينه، يعني لازم نطلعينه جيبينه لنا. والله كلتنا نشكر القوات الجت يعني تحمينا وتخلصنا من هيك. يعني ما تعرفين احزاب يعني كثيره، ما تعرفين ثارات عشائريه، ما تعرفين داعش، ما تعرفين اي شيء. يعني الحمد لله هسه حسينا بامان. حبال بس يقربوا يعني حتى إذا حكوا معنا تساهلوا معنا يعني خليكم متساهلين معنا. هن بدهم يحرضونا بس انتم تساهلوا معنا.